تعالى بينا نشوف حكام الفار مع الاهلي وحكام الفار مع الزمالك. دي لعبه في ماتش الزمالك وغزل المحله في اسرع طرد في تاريخ الدوري. هنا طبعا حكم الفار استدعى حكم الساعه، قال له تعالى في لعبه خطره، والمخرج كمان عاد الكوره من اكتر من زاويه وكانوا صاحيين قوي 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 والحكم اتطرد. انما هنا اللعبه دي بتاعت عمر جابر، طبعا داخل على اللاعب هيبطلوا كوره، اتحسبت انذار بس وحكم الفار عدى الموضوع عشان ده ضد الزمالك. انما اللعبه دي بتاعت ياسر ابراهيم، حكم الفار ما استدعاش حكم الساحه ولا قال له في عقوبه ولا اي حاجه، حتى المخرج ما عادهاش غير من زاويه واحده. هو ده اللي عندي، مع ان نفس المخرج عاد كوره بتاعت الغاء الهدف بتاعت رامي ربيعه، هدف صحيح 100%، علشان خاطر لمسه اليد ما نتجش عنها الهدف، انما بعد لمسه اليد الكوره كملت وراحت للفريق المنافس، ومش من حق حكم الفار اللي هو يستدعي حكم الساحه. تعالى هنا بقى في ضربة جزاء للنادي الزمالك، هنا مصطفى شلبي المفروض ياخد عقوبة إدارية على التمثيل، لأن هو مثل على الحكم، إنما الكرة كملت عادي راحت اتلعب منها التحام طبيعي جدا، بيتقال عندنا احنا التحام طبيعي لما بتكون لينا، وحكم الفار استدعاه وقال له في عقوبة واتحسبت ضربة جزاء. الاحتواء في أبهى صوره. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعة أخوك الأهلاوي، ابعتها له.